وازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايب لك النهارده يا برو طريقه فك اي رقم طاير انتهاك مشدد. تقدر النهارده يا برو بعد الفيديو ده تفك رقمك الطاير مشدد من خلال الفيديو ده يا برو. فكل عليك يا برو انت تتابع الفيديو من ده للنهايه، وما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ويوصلك كل جديد، وما تنساش انك تعمل لايك وكومنت على كل فيديو انت بتشوفه وتستفاد منه. طب اول حاجه يا برو نحتاج طبعا النهارده الجيميل، وده موجود في اي تليفون عادي جدا. وهنحتاج طبعا التليجرام عشان تاخد الكود اللي على التليجرام. هنبدأ نشتغل بيه النهارده وهوريك الكود دلوقتي. ثانية واحدة، هنبدأ نخش هنا كده وهوريك الكود اللي هنستخدمه النهارده. طبعا الكود ده هنزله في قناة التليجرام وهنزله في قناة الواتساب برضو. ده الكود اللي هنستخدمه النهارده يا برو. تمام. طب اول حاجة كده يا برو تخش على الجيميل وهتعمل جيميل جديد. اللي مش عارف يعمل جيميل جديد هعمل معاك جيميل دلوقتي. جيميل جديد معاك. اول حاجة هتدوس هنا على علامة الحساب بتاعك. هنا طبعا يظهر لك الجيميلات بتاعتك. لو انت مش عامل غير واحد هتعمل واحد جديد. هتعمل ايه بقى؟ هتدوس هنا على اضافة حساب اخر. ركز هنا جامد عشان لازم تعمل جيميل جديد، لازم. تمام. وبعد كده هتختار جوجل. تمام. وهتستنى لما يحمل معاك. هيطلب منك هنا الباسورد بتاعك بتاع التليفون. هتحطه ويفتح معاك. تمام يا برو. يبدأ بقى يحمل معاك، سيبه براحته لحد ما يحمل معانا. ياخد لحظات بس يحمل يا برو. طب اول حاجه يا برو هنا مش هتحط. لو عندك رقم تليفون هتحط رقم تليفون، وده الافضل. ده الافضل انك تحط رقم تليفون وتوثق الحساب بتاعك برقم تليفون. طب لو مش معاك هتدوس هنا على انشاء حساب. تمام. وبعد كده الاستخدام الشخصي، وهنا هتكتب اي اسم. مثلا انا هكتب مثلا اي اسم. هكتب مثلا اي اسم وخلاص، مش حوار. وهنا برضو اي حاجه برضو. وبعد كده ادوس التالي. طبعا نحط هنا اي تاريخ ميلاد زي ما انت شايف انا بعمل كده. طبعا تحط برضو اي حاجه. وبعد كده تدوس التالي من هنا اهو. تمام يا برو. هنا طبعا هتختار بقى اللي انت عاوزه من ده او ده اللي تختار اللي انت عاوزه. اسم الجيميل يعني. بعد كده بتدوس التالي برضو. هنا طبعا بتحط له اي باسورد. اي باسورد عندك مش مشكله. احنا بنعمل جيميل جديد عادي. اللي بيعرف يعمل جيميل جديد اهو يعمل، واللي مش عارف هو كده عمل. بس بتدوس التالي كده انت خلصت يا برو. عملت جيميل جديد. هتنزل تحت هنا هتلاقي تدوس هنا على اوافق. بس كده يا برو انت عملت جيميل جديد. ده اللي ما بيعرفش يعمل جيميلات جديده لازم تعمل جيميل جديد، ووريتك اهو النهارده في الفيديو. تمام. هتستنى بقى لما يعمل معاك. تمام. هتيجي هنا برضو تدوس هنا تاني على علامة الحسابات يعني، وتختار طبعا الجيميل الجديد بتاعك. دلوقتي انت شغال بالجيميل القديم، لا هتبدل بقى، فانت هتدور عليه. احنا كنا مثلا عاملينه باسم ايه؟ فين هو؟ اهو يا برو كده انا اخترته، هو اصلا مختار. تمام كده احنا مختارينه. تعمل ايه بقى يا برو؟ هتدوس هنا على كلمة انشاء. طبعا ده شرح عشوائي، انت بقى تظبط الدنيا بتاعتك. طب هتحط هنا في الايلة. هتدوس هنا على ايلة وتخش هنا على قناة التليجرام، تاخد الكود، او قناة الواتساب. حطيت لك هنا وهنا عشان لما عندوش تليجرام ما يتزنقش. ثانية واحدة هجيب الكود. طبعا تاخد الجيميلات كده اول واحدة. هتدوس نسخ تاخد الجيميلات كلها. كده انا حطيت الجيميل الاول. هاخد الجيميل التاني بتاع الشركة. لو رقمك طاير انتهاك يا برو، انتهاك مشدد، لازم جيميلات كتير. ما ينفعش محدش يقول لك جيميلين او ثلاثة، ما ينفعش الكلام ده. تحط الجيميل التاني كده. ناخد التالت. تبدأ بقى تشتغل مع نفسك. ثانية واحدة نحط التالت كده معايا. هنحط الرابع والخامس وكده. نحط الرابع. وكل ما تحط جيميلات اكتر، جيميلات اكتر، كل ما ايه يرد عليك اسرع. نحط جيميل كده. ثانية واحدة يا برو كده اظبط حاجة. تمام يا برو. وناخد اخر جيميل نسخ ونحطه معاهم.
كده ان حطينا الجيميلات تمام. هنيجي هنا على الموضوع وتحط الموضوع، والموضوع اهو نبدأ ناخده كده ثانية واحدة. بس عايزين نقصه. نيجي كده تاخد الموضوع اهو، تاخد الموضوع كله تمام. متأكد ان انت واخده كله مش ناقص حاجة عشان رقمك يتفك. هناخده نسخ وتحطه هنا في الموضوع، وهتيجي هنا على انشاء رسالة الكترونية وتاخد بقى الرسالة التانية اللي هي الطويلة ديت اللي هو الكود يعني، من بعد كلمة الكود وتنزل تحت. تمام تنزل تحت ثانية واحدة كده. عايزين بس نفصل الكود التاني، عشان وانت لو الشركة هترد عليك برقمك معذور هتاخد الكود التاني، فانت تركز تبعد الكود الاولاني عن الكود التاني اهو. من بعد كلمة بعد ما تعلق الكود لحد كلمة الكود تمام. نسخ. خش على الجيميل تاني ونحطها بيست على طول زي ما انت شايف يا برو. وتبدأ تبعت الشركة، تبدأ تبعت بقى تمام. بس في حاجة يا برو نسيت اقولها لك، انت لازم تعلق الكود ده 8 ساعات. تعلق الكود 8 ساعات. يعني ايه تعلقه 8 ساعات؟ بعد ما تبعت هتبعت من هنا طبعا، هيطلع معاك هتلاقي الجيميل خرج كده لوحده. هتبدأ تخش تاني وتقعد تعمل ريفرش للجيميل لحد ما يرد عليك تمام. هو لما يرد عليك هتسيب الرد 8 ساعات، هتسيب الرد 8 ساعات، وبعد كده تخش هنا على الكود وتاخد الكود التاني. بس هتحط بقى بالكود التاني رقمك. هوريك دلوقتي بس اهو زي ما انت شايف. بعد ما تعلق الكود هتستنى شوية 8 ساعات، وبعد كده ايه تحط رقمك هنا اهو. هنا تاخد الكود ده من اول هنا كده، وما بين القوسين دول هتشيل رقمك المعذور وتحط رقمك برمز الدولة بدون فواصل. يعني مثال مثلا اديك مثال عشان تعرف تحط رقمك، هتحط الزائد وبعد كده زائد 20 وبعد كده تكتب رقمك بقى الفلاني كده. فهمت المعلومة وصلت لك؟ بس وبعد كده ايه هتبعت للشركة ورقمك يا برو هيتفك بإذن الله. بس طبعا هنا ما ينفعش افك رقمك في حد اهو. بص الشركة ردت اهي، الشركة ردت. هي ممكن ترد معاك في دقيقة، في 5، في ساعة، انت وحظك، دي مش بتاعت حد. الشركة بقى بعد هتسيب الكود كده 8 ساعات ما تعملش اي حاجة، وبعد كده ترد بالكود التاني وبرقمك، وبإذن الله يا برو رقمك يتفك بدون اي مشاكل. كده يا برو وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبك. ما تنساش يا برو تعمل لايك وكومنت على الفيديو دوت، واشوفكم في فيديو جديد وشرح جديد يا اخواتي.